مسا عليك يا صاحبي. نفسك تتعلم مونتاج بطريقه بسيطه وسهله؟ البرنامج اللي انت شغال بيه خانقك وكل شويه يحط علامه مائيه، كل شويه يطلب منك اشتراك. انا عندي الحل، بس الاول نخش بالانترو. مسا يا صاحبي، معاك زوز. الاول قبل ما اكلمك على المونتاج خليني اقول لك يعني ايه فيديو. الفيديو هو مجموعه من الصور بتتعرض بالترتيب ورا بعض بطريقه معينه، فبتديك ايحاء بالحركه، وكل ما زادت عدد الصور دي في الثانيه الواحده كل ما تحس ان الحركه بتاعتك بقت سلسه اكتر وبقت سهله. بس خلينا نتكلم بلغه المونتاج. الصوره الواحده جوه الفيديو اسمها فريم، فانا لما اقول لك ان احنا عندنا 30 فريم في الثانيه الواحده معناها ان في 30 صوره جايين بالترتيب ورا بعض في الثانيه الواحده جوه الفيديو الواحد. احنا عندنا الفريمات بتنقسم لانواع كتيره، في 30 فريم وفي 24 فريم، في 60 فريم، والفريمات بتفضل تزيد لحد ما بتوصل ل 2000 فريم وكمان 20000 فريم. تخيل 20000 صورة في الثانية الواحدة، الفيديو هيطلع عامل ازاي؟ بس ده مش بيستخدموه في أي حاجة، بيستخدموه لحاجات معينة زي تصوير الرياضة مثلا، أو حاجات ليها علاقة باللقطات السلو موشن، حد مثلا بيكسر ازاز، حد بيكسر اي حاجة زي كده مثلا. طيب اظن كده انت عرفت راسك من رجليك وعرفت ايه هو الفيديو وهتحتاج تشتغل على انهي فريم وانت بتصور الحاجه اللي تخصك. طيب انت دلوقتي خلاص صورت الفيديو بتاعك، عايز تمنتج، ايه افضل برنامج ممكن تشتغل بيه على التليفون؟ بص، عموما البرامج اللي موجوده حاليا كتير، عندك مثلا في ان، عندك فيفا كات، عندك كين ماستر، عندك بيكست ارت. بيكست ارت بقى بيخش في صناعه الفيديو الفتره الاخيره. كل دي برامج كويسه، بس كل واحد منهم فيه عيب. في اللي بيحط علامه مائيه، في اللي بيديك ليميت معين ان انت ممكن تعمل مونتاج لمده دقيقتين بس. كل الحاجات دي بتحجمك. احنا دلوقتي عايزين نشتغل نعمل فيديو كامل بالمده اللي احنا عايزينها، ومن غير ما يحط علامه مائيه، ومن غير ما يجبرني اني اشتري البرنامج. انا عن نفسي بشتغل ببرنامج اسمه كاب كات. كاب كات دوت من اسهل البرامج اللي انا اشتغلت بيها عموما. اولا كده هو برنامج مجاني، ثانيا ينفع للاندرويد وينفع للايفون، ثالثا ما بيحطش علامه مائيه، رابعا بيديك ميوزك تحطها على الفيديو بتاعك من غير حقوق ملكيه، ودي اعتقد مهمه جدا لاي حد صانع محتوى في البدايه عشان خاطر الفيديو بتاعك ما ياخدش كوبي رايت، ولسه ليه مميزات تانية كتير. احنا هنجرب دلوقتي نعمل فيديو بسيط كده على البرنامج مع بعض، واوريك اهم مميزات البرنامج وازاي تقدر تشتغل عليه. طيب انا دلوقتي نزلت الابلكيشن، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن. تعال نخش عليه دلوقتي ونشوف طريقه التعامل معاه هتبقى عامله ازاي. نفتح الابلكيشن، مشروع جديد، نختار مثلا الفيديو ده وده وده، وناخد ده كمان وده، يلا ان شاء الله ما حد حوش. اضافه. اول ما بتحط الفيديوهات كلها بتنزل لك بالطريقه ديت في التايم لاين بتاعك. تمام، ادي الاربع فيديوهات، 1 2 3 4 بتوع. طيب شغال كده. انا حاسس ان الفيديو دوت مثلا بطيء، يعني هو المفروض ايه يمشي اسرع شويه. هعمل ايه؟ هحدد الفيديو، تمام، وادوس على كلمه سرعه ديت، ادوس على عادي، هو على واحد اللي هو الطبيعي. لو خليته 2، بص هتلاحظ في التايم لاين، بص كل ما بتسرع كل ما الحجم بيصغر. يعني بص ده الحجم بتاعه الطبيعي، كل ما اخليه اكس 2 هيبقى اصغر. بس بص السرعه بتاعته عامله ازاي، خدت بالك من الفرق؟ طب بص لو خليته اقل من 1 هيبقى ابطأ من الطبيعي. هو على حسب احتياجك انت، على حسب الفيديو انت حابب تعمله ازاي. طيب انا الفيديو بتاعي حاسس ان هو كبير، الحجم بتاعه كبير. هدوس على الشريط دوت واقص كده، بس كده الفيديو قصر معايا. الفيديو ده نفس الموضوع، حاسس ان هو 18 ثانية كتير. هدوس على الشريط واقلل شوية. طب هو مفيش طريقة تانية اعرف ان انا اقص بيها الفيديو؟ لا في. شايف الخط الابيض اللي في النص ده؟
انت هتقف على الفيديو تعلم عليه وتدوس تقسيم. بس قسم لك الفيديو نصين، نص ده ونص ده، على حسب انت عايز تمسح انهي. انا مثلا عايز امسح ده، مسحته، وهكذا. باقي الفيديوهات عامل فيها نفس الكلام. الخطفه اللي ما بين الفيديو والتاني دي مش عجباني، مضايقاني وانا بتفرج. ممكن اغيرها، ممكن ادوس على الحته اللي ما بين الفيديوهين، هتلاقيه ظهر لك اوبشنز كتير جدا تختار منهم. في حاجه اسمها خلط، اللي هي دي. بص هتخلي الفيديو يخش في التاني ازاي. بص الموضوع بقى سينمائي اكتر، بقى ماشي بطريقه احسن. طب هل انا عشان خاطر اطبق دي على كل الفيديوهات همشي واحد واحد واقعد ادوس كده؟ لا خالص، هو فيديو واحد بس، وادوس على كلمه تطبيق على الكل اللي هي دي، بس كده خلاص. اوكي، تلاقي كل الفيديوهات بقت كده. خد بالك، بص من فيديو للتاني. طيب انا حابب مثلا عايز احط كلام من غير ما ادوس على الفيديو. من تحت هنا في كلمة نص، دوس عليها، اضافة نص. عايز اكتب مثلا كلمة ايه، الغابة، واجيبها اخليها هنا مثلا. بس الكلمة اول ما اكتبها كده هتلاقيها بتظهر فجأة وبتختفي فجأة. طب انا عايز اعملها زي ما كنت عاملها في الفيديو، اخليها تظهر كده بشكل متدرج من الاسود كده لحد ما الكلمة تبان كلها وبعد كده تختفي تدريجي. ممكن اعملها بالطريقة دي. ادوس على الكلمة نفسها، ادوس على تحريك للداخل. دي في البداية. بص الكلمة بتبدأ ازاي، اكبرها لك بس شوية عشان تشوف. بص الكلمة بتبدأ ازاي كده، او كده مثلا، او كده. انا دي عجبتني اوي، ممكن نثبت دي. طب والكلمة نفسها بتخلص يعني خلاص في الاخر والكلمة هتبدأ تختفي. انا مش عايزها تختفي فجأة كده، لا انا خليها تختفي كده. نفس الموضوع، بس بدل ما هدوس للداخل هدوس للخارج، وهخليها تختفي كده. بص الكلمة بقت تبدأ ازاي وتختفي ازاي. وهنطبق ده على كل الباقي. بس كده احنا كتبنا الوصف بتاع كل فيديو عليه. طبعا انت مش محتاج ان انت تعمل كل دوت وانت بتعمل مونتاج، بس انا بفهمك ازاي البرنامج بتستخدمه، الكلام ازاي بتغير فيه، ازاي ممكن تغير الخط، ازاي ممكن تغير الالوان، الكلام ده كلها. طب انا هنا كلمة نار ديت انا عايز حاجة ايه، اللون ده مش عاجبني. بدوس على الكلمة مرتين، تمام، وادوس على النمط. عايز مثلا اخليها حمراء. طب هي حمراء قوي، لونها احمر قوي وشكلها مضايقني. ممكن اعمل ايه، ممكن اعمل لها اطار. ادوس على اطار وادوس ابيض. كويس، بس هو زي ما انت شايف حاد شويه، اقلله من هنا بس كده. كده الطف شويه. في كلمه غابه مثلا الخط نفسه مش عاجبني، بحددها وبدوس على النمط، بدوس على الخط، بغيره من هنا.
دي مثلا عجباني اختار. بس الموضوع سهل وبسيط يعني بطريقه انت ما تتخيلهاش. طيب احنا كده، انا الفيديو دوت مثلا عايزه يبدا بالتدريج. هعمل ايه؟ يعني بدل ما هو يبدا كده زي ما هو كده، لا انا عايزه يبدا بالتدريج، من اسود بالتدريج لحد ما ايه الفيديو نفسه يبدا. هقسم الفيديو نصين، وهاجي عند الجزء الاولاني دوت وادوس على كلمه التحريك، واجيب للداخل، ادوس على للداخل، اختفاء تدريجي، نزود دي شويه يعني شويه كده، فبالتالي الفيديو معاك هيبدا كده. طب خلصنا كل دوت، عايزين نحط مزيكا على الفيديو. بدل ما هنكون واقفين على الفيديو كده، لا احنا هندوس على اي حته فاضيه في المكان وندوس على صوت، الاصوات. اول ما ندوس عليها هتلاقي الابليكيشن بيفتح لك اصوات كتير جدا ليها حقوق ملكيه. يعني انت لما تنزلها اليوتيوب مش هيطلب منك ان في كوبي رايت ويقول لك امسح الفيديو والكلام ده، لا هو كده كده حقوق الملكيه معاك، ودي من احسن حاجات اللي الابليكيشن بيقدمها. ندوس على فلوج مثلا، اظن ده كويس، اضيف ده. نجرب كده. طب ده جميل جدا. هنزين نعمل سيف للفيديو. عندك بقى اي جودة انت محتاجها، عندك 480، عندك 720، 1080، معاك لحد 4K طالما الموبايل بتاعك بيدعم. بس احنا ممكن نخليها على 720 زي ما هي. هنا الفريمات ان الفيديو يبقى سلس اكتر، هو بيقول لك كده كده هو ثابت على 25 فريم، لا انا هخليها على اعلى حاجة على 60 فريم عشان احس ان الفيديو احسن معايا. ونخلي معدل الكود مرتفع عشان دي ليها علاقة بالترانزيشن اللي بيحصل ما بين الفيديو للتاني، عشان ما تحسش ان في اي تقطيع او تهنيج بيحصل معاك. وبس كده، يدوس تصدير ونسيب الفيديو يخلص يحمل براحته. ودي كانت النتيجة النهائية. وبس كده، في النهاية لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لي لايك وفولو وكومنت لو حابب نتكلم عن حاجة معينة. شكرا لوقتك لو لسه بتتفرج، استنى الفيديو ده جاي.